احنا يا جماعة دلوقتي هنزرع معاكم البردقوش. طبعا البردقوش ده يا جماعة من احسن الروايح اللي انا بحبها. احسن ريحة، تديك ريحة رهيبة، تقدر تحطها في البيت هتقلب لك البيت قلب من الريحة. طبعا الريحة يا جماعة جميلة قوي، الريحة بتاعته جميلة قوي. دي اللي بيعملوا منها العطور والروايح وكل حاجة فيها ريحة حلوة بتتعمل من الشجرة اللي انتوا شايفينها، النباتة دي. طبعا ده نعناع، بس نعناع نوع تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة. مدي بنا رهيبة. احنا دلوقتي هنزرعه في الجزاجة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا ده يا جماعة البردقوش ده بيحب المية كتيرة. طبعا تقدر تزرعه في اي حتة، تقدر تحطه في البلكونة، في المطبخ، في المنزل، في اي حتة يديك بنا رهيبة. بس اهم حاجة تحط التربة نظيفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكل اللي عليك ان انت هتجيب مثلا البردقوش اللي انت تزرعه بالشكل اللي انت شايفه ده، وتبدأ انك تحط ايه في الزجاجة او اي حاجة انت هتزرعها بالشكل اللي انت شايفه ده. وهبدأ اني انا احط حواليها تربة بالشكل اللي انت شايفينه ده. يا جماعة زي ما انا قلت لكم بتدي ريحة رهيبة. تقدر انت تزرعها في اي مكان، في اي مكان في البيت انت تقدر تزرعها فيه. بالذات يا جماعة لو حطيتها في البلكونة. طبعا ده كل ما انت تهزهزها بتديك ريحة اكتر، كل ما انت تهزهزها كده بتديك ريحة اكتر. ريحتها يا جماعة رهيبة. ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.